من المواقف صرحت بها في العديد من القنوات ما فيهم حتى قناة الحوار، بأنك عندك مشكل كبير مع الوهابية وتنذر بخطر الوهابية في تونس. هل هناك خطر للوهابية في تونس حسب رأيك، خاصة مع قدوم الشيوخ هذوما إلى تونس في كل مرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الحقيقة يعني المخاطر التي تهدد البلاد التونسية في هذه المرحلة الانتقالية متعددة، ولكن لكثرتها لابد أن نجعل الأولويات المهمة حتى نركز على علاجها. إن التطرف الوهابي في التاريخ الثابت كما ذكر ذلك ابن بشر الوهابي تلميذ ابن عبد الوهاب النجدي، صرح بأنه لما التقى ابن عبد الوهاب مع ابن سعود وعده بأن يعطيه الخلافة على المسلمين مقابل أن ينشر التوحيد، وقال له بالحرف في صفحة 49 من كتاب المجد في تاريخ نجد، قال كالتالي: قال وإن جزيرة العرب قد كفرت وأشركت بالله. تصور قبل 200 سنة ينظر شيخ الوهابية الذي يدين به هؤلاء الوهابية ينظر بتكفير جزيرة العرب، بينما نحن لما نقرأ السنة الصحيحة المطهرة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما أخشى عليكم أن تشركوا من بعده، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الحديث صحيح وصريح. هم غيروا فصاروا يعظمون القصور وما عصمت منه هذه الأمة يدندنون به ليل نهار شرك. بعضهم قال لهذا الحديث وإن كان صحيحا لكنه مخصوص. قلوا لا، ليس مخصوص، لأن في صحيح البخاري نفسه كما روى البخاري عن عائشة استغربت، قالت في حديث أنه ستعود بأمتي إلى الشرك، وهو صحيح، ولكن الرواية سيكون ذلك كما نص عليه ابن حجر في آخر الزمان. فهذه بشرى لأهل تونس وللمسلمين عامة أن هذه الأمة معصومة من الشرك. أما الدندنة ليلا نهارا الزوايا شرك وطقوس شركية حتى يتجرأ ضيفكم نفسه ويقول أن الممارسات التي تمارس في الزوايا هي طقوس شركية، ويتلو الآيات القرآنية التي نزلت في كفار قريش فينزلها على المسلمين كما فعل الخوارج. ولا يكتفي بذلك، إذا وصف 2400 زاوية، أتدري ما معنى هذا الكلام؟ الإحصائيات تقول أن أقل زاوية سنويا يزورها 1000 زائر، يعني 2.5 ملايين تونسي صرح على المباشر بأنهم يمارسون الشرك في زيارة قبور العلماء والصالحين والأولياء. فهذا التنظير التكفيري هو سيؤدي إلى التفجير بطريقة أو أخرى، ولو ادعى بعد ذلك أنه لا ينظر للعنف. تفضل، ماذا تريد؟ واضح. معناها تعتقد بأن الوهابية خطر الآن على تونس؟ خطر، لأن التكفير ثم التفجير. الشيوخ اللي يجيون هذم إلى تونس مثل العوضي وغيرهم، هذم خطر على الفكر التونسي، خطر على المجتمع التونسي أم لا؟ ليس في المسألة التي كنتم تتحدثون فيها. بصفة عامة الفكر الوهابي. فكر الوهابي هو فكر ينظر للتكفير ثم للتفجير، ولو واصل وسمح له أن يتحرك في البلاد فسيؤدينا إلى فوضى طائفية عارمة. واضح. سي طارق، ما سمعناش بالكل في الموضوع هذا. لو كان لكم عقل رشيد ولا يريد أن يسمع فاسمعوا جيدا. هذا الرجل أمامكم لن أتهمه باتهامات هوائية بهلونية كما يفعله معي دائما، ولكن بفيه أدينه أمامكم أمام الملايين. أتدري ماذا قال؟ فريد الباجي عباد القبور، أي لست كافرا بل أرقى من الكفر، وهو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. أتدري ماذا نتيجة هذا؟ نتيجة هذا أني لا أستطيع الآن منذ أكثر من سنة يحرم علي دخول إمارة مساكن، لأن أميرها الوهابي أرسل لميليشياته ومنعوني من الدخول إليها، وموثق عندي ومصور وبشهود أهل مساكن تلاميذه. فهو يقول لك أنت مشرك لكني لا أكفرك. يكذب على من؟
هذا الانفصام والازدواجية في التعبير من عندهم. ثاني شيء يتهمني بجرائم القتل، أنا أشكره على فكرة أنه أنقذني من عملية اغتياب يا شيخ حسن، ما تعلمون هذا؟ اضطرني لأقول حقيقة. موجود شخصي بينك وبينه، مش الموضوع شخصي، ليس لا ثم طائفة تقوم بالاغتيالات بالاغتيالات قبض عليها، وقالت الداخلية بذلك، وكنت أنا أحد المستهدفين. فين هذا؟ أنا طائفة الذي قتل أخيرا في سوسة. هو يريد أن يلصق التهمة لي بكل طريقة لي، ولكن الحمد لله اللي قتل في سوسة هذا لأنه ضربت هذه الجماعة. أي نعم، أبشره أن المحققين جزاهم الله خير والقضاء برأني لأنهم لم يتأثروا بإشاعات الكاذبة والمغرضة من أجلي، وعرفوا القاتل أنه كان يستهدف. يا سي فريد، يا سي فريد، أتيت بك الحديث بواحد باش نتسامح ونسكن مع بعضنا. نتسامح ونسكن مع بعضنا. المصالحة والمحاورة 1000 مرة يرفض. الآن